سنعود بعد قليل. قناة شباب المستقبل. أنا عبد اللطيف قاسم، مايسترو كورال تونالجيا. أنا مريم حكيم، مساعد مايسترو. أنا سلمى ماضي، مديرة الفريق. قناة شباب المستقبل. ومعانا فقرة أنا بجد يعني حاسة إنها تبقى حلوة قوي تعجبكم كلكم، فحابة إن أنا أرحب بمايسترو وقائد فريق تونالجيا. يا رب أكون قلت الاسم صح. لا قلتي صح. قلت صح. طيب معانا عبد اللطيف. حابة إن أنت تعرف نفسك لكل اللي بيسمعونا دلوقتي اللي هم إيه شباب المستقبل، عشان نروح بعدها نسمع بقى أغنية من الأغاني بتاعتكم، فعرفنا بريف كده. أوكي. أنا عبد اللطيف قاسم، مايسترو كورال تونالجيا. وهو الموضوع ابتدى بفكرة وبحلم لطيف، زي كل حد بيسمعنا دلوقتي بيحب سبيستون وعاش معاها أغلب أيام حياته، فدي كانت النكست ستيب بالنسبة لي، وخدنا القرار ده وحققناه وابتدينا في كورال تونالجيا. والموضوع جاي من كرتون ونوستالجيا، فكانت هي البيرفكت opportunity يعني بالنسبه لنا ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها. طيب وانتوا بدأتوا امتى؟ هتلاقي اول بدايتنا ما كناش بننزل فيديوهات على السوشيال ميديا عشان كنا لسه محتاجين نعرف بعض اكتر، محتاجين نسينك ده مع بعض. اوكي. ابتدينا 1/5 I think او في شهر 5 السنه اللي فاتت 2025. بجد كل ده في سنة واحدة؟ ما شاء الله يعني. الحمد لله. ما شاء الله. كل ده في سنه واحده. ايوه ما شاء الله. لا انتوا عاملين شغل حلو قوي. هو علشان يا جماعه انا مش عارفه حد فيكم عارفهم ولا لا، بس هم الصراحه ما شاء الله عاملين شغل على التيك توك عالي قوي اكتر من الفيسبوك وكده. فانا برضو هحب الاول ان انا اسمعكم حاجه من اغانيهم. انا كان نفسي والله العظيم ان انا الحلقه دي ابقى معاهم لايف اصلا في الكورال واخليهم يغنوا الحاجات اللي انتوا عايزينها واللي انا عايزاها وكل حاجه، بس الظروف ما سمحتش المره دي ان شاء الله. فهنروح نسمع اغنيه وانا هفاجئك بالاغاني اللي انا مختارها، عشان انا المره دي مش مختاره اي اغاني مشهوره. فهنروح نسمع اول اغنيه مع بعض ونرجع نكمل كلامنا تاني مع المايسترو عبد اللطيف ونعرف اكتر عن تونالجيا. يا رب اكون بقولها صح. تونالجيا مظبوط. اوكي يلا بينا. الاغنيه دي يا جماعه انا متاكده ان انتوا كلكم هتحبوها. ايه رأيك في الاختيار بتاعي الاول اغنية؟ يعني يلا ما خافيك انا اعظم. لا 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 بس انا الصراحه عارفه ان كل الناس بتحب اغنيه بابار بشكل ما حدش تاني متخيله. يعني الناس بتفتكرها اغنيه عابره او هي بتاعت اطفال قوي عشان بقى كانت بتيجي باين على كوكب بونبون ولا ايه. انا لا ابدا بجد ايوه حاجه يعني قصدي تعليميه، كانوا معتبرينها حاجه تعليميه، بس الناس متعلقه جدا بالاغنيه بتاعت بابار دي، متعلقه قوي. فايه يا جماعه رايكم في الاغنيه اللي انا شغلتها دلوقتي؟ انا اعتقد ان انت لو سمعتها مش هتحس ان في فرق اصلا بينها وبين الاغنيه الاساسيه، يعني انا مش حاسه باي فرق بصراحه. هقرا لك استنى كومنتس الاول. كله بيقول فاطمه بتقول بعشقها ذكرياتها معايا مؤلمه. يا ساتر يا رب ليه؟ ذكرياتها معايا مؤلمه بعد الشيء بس انا بحبها.
اوكي. ونور بتقول تحفة قوي انا حبيتهم، واسراء برضو بتقول دي العشق، واميرة، وكلهم بيقولوا كلمات الاغنية لان كل الناس بتحب اغنية بابار، انا متأكدة من كده. ومعانا طبعا التيم عاملين شغل جامد جدا. شكرا يا جماعة، انا صحيح ما اعرفش حد فيكم بس شكرا على الشغل اللي انتوا عاملينه ده، انا مبسوطة. ماشي. طيب نرجع تاني بقى للفريق بتاعكم. انت ايه الباك جراوند بتاعتك يعني؟ شغلك او دراستك لها علاقة بحاجة دخلتك في قصة الغنى والكلام ده؟ انا هقول لحضرتك. اولا احنا كنا من بدايتنا في نص الفريق تقريبا كان في البدايه في كورالات جامعه عين شمس، اللي كان في كورال الكليه دي وكورال الكليه دي وكورال الكليه دي، فاحنا بنعمل ده من زمان قوي ككورال كغنى. اوكي تمام. وده ابتدى السبارك بتاعت ان احنا عرفنا بعض منين؟ عرفنا بعض اغلبنا من كورال الجامعه، وبعد كده بقى من السوشيال ميديا ومما عرفنا والكلام ده كله. يعني انتوا مش من كلية واحدة مثلا ولا من مكان واحد، لا انتوا من كذا باك جراوند يعني. واللي من السودان واللي من مصر واللي من فلسطين واللي أوكي. من جنسيات ومحافظات واماكن مختلفه. تمام. يعني الجنسيات كلها اجتمعت على حب النوستالجيا. ايوه صح مظبوط بالظبط. بس أوكي. طيب من هنا تعرفنا على بعض. والباك جراوند بالنسبه لي يعني انا غير ده او غير ان انا بقالي سنين بعمل ده في قرارات الجامعه وكده، انا اصلا صانع محتوى على اليوتيوب برضو، سبيس تون انمي دبلجه والحاجات دي كلها. فانا يعني سبيس تون سحله دماغي شويه للنكست ستيب. اوكي. طب وايه تطلعاتكم يعني؟ يعني شايفين الحاجه زي دي زي الكورال وكده ممكن توصلكم لفين بعد كده؟ اول حاجه توصلنا لمكان جميل زي اللي احنا فيه دلوقتي ده. تسلم والله. احنا بنتكلم مع ناس شكرا زيكم، ناس بتحب سبيس تون. انا بالنسبه لي واغلب افراد تونالجيا يشاركوني في نفس الراي ده، اهم هدف لتونالجيا هو الجمهور اللي بيسمعنا. انت لو سمعتنا زي ما الناس، زي ما حضرتك بتقولي الناس بتقول في الكومنتس، لو انت سمعتنا وابتسمت وافتكرت شعور جميل، يعني لو سماعك لكورال تونالجيا وان احنا بنجاهد عشان نطلع لك الفيديو ده، انت افتكرت شيء جميل في وسط مصاعب الحياه اللي موجوده حواليك وفي حياتك. طيب دي حاجه انكومن بيننا وبين راديو ديزني بالمصري، عشان ده الكونسبت بتاعي برضو هنا، ده نفس اللي انا بحاول اعمله بس بقى من ناحيه تانية. بالظبط. وده اللي هينقلني للسؤال اللي بعده. ايه الفرق ما بين ديزني و سبيس تون من نواحي كتير؟ من نواحي التأثير في الطفولة، من نواحي الدبلجة، ودي حاجة مهمة جدا، دي مدرسة ودي مدرسة تانية خالص، وانا عرفت ان انت ليك في المشوار ده والدبلجة. بس انت اتجاهك سبيستوني. يا جماعة اللي بيسمعونا دلوقتي، انا عارفة ان معظم اللي بيسمعوا الراديو هم برضو يعني بيحبوا ستايل ديزني اكتر، بسبب ان هو معمول بالعاميه واقرب للطفل، فاهم قصدي؟ سبيس تون بالفصحى وكل حاجه، بس برضو قدرت انها تعمل اثر عظيم. فانت ايه رايك الفرق ما بين الحاجتين دول يعني؟ بص هقول لك على حاجه. اول حاجه الابريشيشن وتقديري الرهيب لسبيس تون، لان طبعا لا يخفى عن كل اللي بيتفرج على كورال تونالجيا او اللي ابتدى يسمعنا دلوقتي وبيسمع احنا دلوقتي بننفذ ايه. تقديري لسبيس تون جاي ان هي ما كانتش قناه للاطفال ولا كانت بتعاملنا كاطفال. هي كانت قناه لشباب المستقبل. اوكي. وتعاملنا كشباب المستقبل. ولحد دلوقتي احنا يعني لما حد بيقول لي انا بلاقي الانر تشايلد بتاعي وطفلي الداخلي سعيد، لا ايوه انت روحك كده، ده دي البراءه. احنا في المرحله اللي سبيستون كانت عايزانا، احنا دلوقتي في المرحله اللي سبيستون كانت عايزانا نوصل لها من اول قعده او من اول ما فتحنا الشاشه. تمام صح كلامك صح. تمام. فانا ده بالنسبه لي ديزني، لا طبعا مليون في المية ديزني ليها تشارم وسحر مختلف، واحنا برضو بنعمل ديزني وبنغني لديزني. بس اللي بيخليني اوقات بفضل سبيس تون عن ديزني ليها تشارم وسحر وكل حاجه، بس تحس ان ديزني فيلم للعيله حلو وذكريات حلوه ولطيفه، بس سبيس تون كانها كانت بتخاطبك انت. سبيس تون كانت عايزه تكلمك انت، كانت عايزه تعمل فيك تاثير حلو، وتلاقي ده بقى وتلمسيه في الممثلين الصوتيين والمشرفين والحاجات دي بتوع القناه لما بيطلعوا فعلا يتكلموا. ايوه تشوفي الحب اللي هم كانوا بينفذوا بيه المشروع. لا هم ما كانش بالنسبه لهم دبلجه، لا. اوكي. هو كان يعني
في حالة حاجة خاصة بتتعمل استثنائية. بشغف وبإتقان، ده برضو المشترك بين أي حاجة بتتعمل للطفل وتبقى مؤثرة فيه، دي هي الحاجة الأساسية. لو أنا هقرا لك دلوقتي، سارة بتقول يلا بينا. سبيستون علمتنا حاجات كتير، ولحد دلوقتي بجد حصيلة اللغة العربية بتاعتي بسببها ومخارج الحروف وكله. وطايع بيقول هي لو كانت للأطفال كانت هتنكد علينا كده. والله فعلا صح. حرفيا فهي كانت باصة لقدام. ونشوى برضو بتقول صح، ده كان هدف سبيستون من الأول. يعني طبعا في كومنتس انا توهتها يا جماعه، بس انا والله بقرا كل حاجه بعد ما الحلقه اكتبوها تاني بتخلص. اكتبوها تاني. وبعدين سبيستون زرعت فينا وفاء وصدق ونبل واخلاق، وما لقيناهاش لما كبرنا. لسه كنت هتكلم في النقطه دي يا ساره. الميزه فيكم يا جماعه كلكم اللي بيسمعوني ان احنا دماغنا كلها تكاد تكون هي نفس البصمه. فانا كنت لسه هقول مشكلتنا يا جماعه ان احنا اتربينا على حاجات، يعني كبرنا لما لقيناش الكلام اللي سبيستون كانت بتقول عليه ده. فين الصدق والحق والعدل؟ ادينا شايفين. بص مش هنقلب بقى على خلاص بلاش السكه دي دلوقتي. فشد انتباهي بس النقطه بتاعت اللغويات، فلو لسه بتقري كومنتس قولي. لا قول هقرا لك الكومنت اللي بعده بس بعد ما تخلص. للي ما يعرفش، انا خريج لغه عربيه. اوكي. كليه اداب لغه عربيه. فامتهنت ده، يعني دي حاليا يعتبر كمان مهنتي. اللغه العربيه دراستي وشغفي وكده. لما بشوف السبيس تون بيعملوه وبيقولوه سواء في الشارات في الاغاني او في اعمال الانمي او الكرتون المدبلج على سبيس تون، يا لطيف اللغه عظيمه. بالظبط طبعا. هنا يعني دي السبارك ومنبع الحب بتاع اللغه العربيه اللي دخل جوايا وجوه ناس كتير قوي. صح. وفي حاجه تانية ان هي وحدت كل اطفال العالم العربي على حاجه واحده. كنت لسه جاي لك في النقطه دي لما انت قلت لي ايه الفرق. هو ده. ايوه. طيب احنا بص هنروح نسمع، لان كله بيقول عايزين نسمع اغنيه تانية، فهنروح نسمع اغنيه دلوقتي وهنرجع تاني نكمل كلامنا. يلا بينا. رياضة كوكب التحدي والقوة. ده انت اللي بتقول رياضة كوكب التحدي والقوة صح؟ طيب طب انت مش ناوي انك تغني لنا حاجة لايف؟ عشان انا طلبت الحكاية دي وانت معرفش ايه تهربت يعني من الموضوع. يعني لسه في اسئله كتير قبل ما الناس ماشي خلاص. احمد سامح كان بيقول انا لازم احضر لهم حفلة، انتوا بتفكروش تعملوا حفلات؟ قريب ان شاء الله. يعني دي حاجة في الخطة يعني؟ دي حاجه قريب في الفتره الجايه ان شاء الله يكون في حاجات. وانا لازم يبقى لي انفيتيشن VIP معلش يعني. والله على حسب الحلقه. لا خلاص تمام. اوكي طيب كله يا جماعه منورنا. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو ديزني بالمصري مع ساره سالم، والحلقه النهارده حلقه سبيستونيه ومعانا كورال تونالجيا بيسمعوا معانا وبيشاركوا معانا، والمايسترو بتاعهم هو اللي بيتكلم معانا دلوقتي لايف. فانا هشغل لكم اغنيه هتقلب عليكم الاحزان دلوقتي، وقولوا لي رايكم برضو بعد ما سمعتوا. استنى بس. بعد ما سمعت اغنيه رياضه كده حاجه لذيذه، كانت اغنيه رياضه دي كلنا بنرقص اول ما بتشتغل، تنكروش اول ما بتشتغل كله بيرقص. فيلا بقى حاجه حزيني شويه، فهنروح نسمع اغنيه كلكم بتحبوها وهنرجع نكمل كلامنا تاني مع عبد اللطيف وتونالجيا ونشوف موضوع الحفله ده عشان انا مش هتنازل. من قلبك الحرير لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء، من قلبك الحرير لا تقطع الرجاء، إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل.
ألوان ضيف طائرة عرسا وحبا ناشرة من من قطرات الماء في قلبها نبض مليء بالحياة تماسكت تعاونت كن مثلها تعاونت قدرت في قلبها نبض مليء بالحياة تماسكت تعاونت كن مثلها أمل ألوان ايه رأيكم بقى؟ لا تبكي يا صغيري دي اهداء لكل جيل شباب المستقبل المطحون، ما تبكوش. سبيستون بتقول لك الخير والعدل والمفيد دي كلها. بالظبط. طبعا تحية لكل اللي بيغنوا الاغاني الجميله دي وبيسمعونا دلوقتي، انتم منوريني بجد. لازم اقول لكم ان ما شاء الله كلكم شاطرين جدا. عايزه اعرف بقى مين ال الاخت الجميله العسل اللي مسؤوله عن الكوسبلاي دي، اسمها ايه؟ الكوسبلاير بتاعت الفريق اسمها نوران خالد. اوكي تمام. وهي اصلا يعني حتى قبل ما تخش الكورال يعني هي صديقه من ايام المدرسه، من ايام اولى ثانوي. واو، يعني هي اصلا كوسبلاير اصلا؟ يعني هي اصلا كوسبلاير بالظبط. اوكي. هي بقى بعد كده يعني دخلت الكاست والمسرح، فبتحب التمثيل، بتحب الانمي. يعني لو عايزين نرجعها من بدايه قوي، هي اللي مدخلاني على عالم الانمي يعتبر. واو ايه ده، ماشي. ايوه بالظبط. نوران بتعمل ده عن حب وعن فهم والله، وباين جدا. وبالظبط. وفي نفس الوقت دي من الحاجات اللي اظن بتخلي الكل يحترمها، والشيء اللي بتعمله ان هي بتعمل ده وبتجو اكستريم ويز بالمحافظه على حجابها برضو، ما شاء الله. بصوا يا جماعه، التوضيح حاجات كده لطيفه بالظبط. للتوضيح، هم في كل الاغاني بتاعتهم هم كورال وكل حاجه، بس في بنوته بتبقى هي السنتر في الصوره او في الكادر، بتبقى عامله كوسبلاي له علاقه بالاغنيه او الشخصيه او السيم بتاع الاغنيه نفسها. فانتوا لازم تدخلوا تتفرجوا عليهم. ده مليون في المية انا متاكده. طبعا كلكم هتشوفوا، بس بشرح لكم. فهي ما شاء الله عليها فولوهات وكومنتات لطيفه كده. اكيد طبعا اكيد، بس انا بوضح لهم عشان الصوره مش باينه. ان هي ما شاء الله بتجو اكستريم فعلا، بس وهي محجبه ما شاء الله وملتزمه بحجابها، ودي حاجه مش سهله خالص. اي حد عارف ومتابع الكوسبلايرز والجو ده عارف قد ايه دي حاجه اصلا مش سهله. فانا عارفه ان كل الناس دي اول حاجه بتلفت انتباههم اصلا في الاغاني بتاعتكم، تتفنن ازاي تطلع الشخصيه. فنرجع تاني بقى للي كنا بنقول عليه بقى، وان انتوا ان شاء الله تعملوا حفله وان شاء الله كلنا نحضرها. كل الناس اهو دلوقتي بتقول احنا عايزين نرجع بالماضي ونرجع تاني صغيرين. الساعه دي يا جماعه، الساعه دي بالظبط. ماشي نشوة، هم موجودين يا نشوة على كل المنصات عادي. انا بقول بس الاكتف اكتر تيك توك، الناس الريتش فيه اقوى للحاجات اللي زي كده، لكن هم موجودين على والانستجرام لطاف عندنا حتى الان. يعني دي من المنصات اللي شغاله معانا كويس. بس هم موجودين على الفيسبوك ومعمول لهم منشن في الكومنتس كتير، واليوتيوب معمول لهم منشن، وانا اصلا هنزل لسه الريلز وهعمل لهم منشن. انا بس كنت حابه انها تبقى مفاجاه، عشان كده ما حطيتش الصفحه ولا كده، عشان يعني يبقى في مفاجاه في الموضوع. طيب ساره بتقول لكم انا عندي اقتراح عشان يكونوا مختلفين، انهم يغيروا اللحن شويه. انا للاسف فعلا ما بقدرش اسمع اغاني سبيستون غير باصواتهم، سواء رشا رزق او غيرها. طيب في حد، دي بوينت حلوه جدا. بس لسه جاي اقول لك، هل في حد قال لكم حاجه زي كده؟ هل في حد مثلا قال لكم انتوا بتقلدوهم قوي زياده عن اللزوم، مثلا اعملوا لنفسكم كاركتر او غنوا بطريقتكم؟ طبعا يعني. وده كومنت، عشان كده بقول لك نقطه فاليد جدا. لان اتقالت كتير في البدايه لحد ما اوريدي احنا اوريدي بدايتنا اصلا ايا كنا بنعمل ايه او بنقلد ايه، بدايتنا اصلا بصمه لوحدها مختلفه، لان احنا كورال، احنا غنى جماعي. ايوه تمام. وشغالين على الجانب الصوتي والغنائي يكون بيرفكت وكل حاجه، لكن وانت بتتفرج معانا انت جزء من العيله، انت جزء من ده الهدف. مش ان احنا نبقى مختلفين. ابتدى الاختلاف، طبعا الاختلاف حلو طالما انه منطقي، لكن اهم حاجه ان انت تبقى قاعد بتتمنى ان انت تكون موجود معانا. انت الله، هم انتوا بتتجمعوا بتعملوا ده، بتغنوا الحاجات دي، طب انا عايز اكون معاكم. وده اللي احنا بننقله لكل ساره بتقول انا عايزه اكون معاكم. ساره مش انا، ساره مدحت بتقول انا عايزه اكون معاكم.
ساره بتقول حد في الكومنتس اسمها ساره عيد ميلادها النهارده، والحلقه ديت اصلا انا عاملاها اهداء ليها مخصوص، كل الحلقه دي عشان انا بحبها قوي، وهي من اوائل الناس اللي كانوا معايا كل واللي بيسمعوني طبعا معايا بقالهم 8 سنين. كل سنه وانت طيبه. ايوه، فهي بتقول هي بتحب تغني وبتحب سبيستون قوي، فدي نقطه هتنقلني لحاجه تاني، ومعلش انا قطعتك بس هتنقلني لحاجه تاني. على اي اساس بتختاري الناس اللي تبقى معاك في التيم؟ لان انا بلاحظ ان مش كل الفيديوهات فيها نفس في ناس ثابته، بس مش كل الفيديوهات فيها نفس الناس. فعلى اي اساس انتوا بتختاروا الناس اللي تبقى معاكم في التيم يعني؟ هقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه قدم على الصفحات، يعني قدم سواء كلمتنا على صفحه التيك توك او الانستجرام او الفيسبوك او اليوتيوب، واحيانا بيبقى في بعض البرايفت نمبرز احنا حاطينها على العالم ما بقتش برايفت خالص. بالظبط، وتقدروا تتواصلوا معانا. طيب ناقصك ايه او انت محتاج ايه عشان تكون متواجد معانا؟ حاجتين، تكون تخطيت بس مرحله الدراسه المدرسيه. اوكي. هو في حد في المدرسه هيكون بيحب سبيستون؟ معلش يعني ده سؤال. طبعا احنا معانا بنت بسم الله ما شاء الله، لو انت شفتي اغنيه فلفول، بنتي دي عندها 15 سنه، هي لسه في المدرسه، لسه في اعدادي وبتحب سبيستون. انا لسه كنت اسالك هو انتوا اعماركم ايه يعني، رينج العمر؟ كل الاطفال وكل الشباب. دي الرساله اللي حابب اوصلها للناس اللي كانت بتقول لنا على الانمي كرتون وايه التفاهه اللي انتوا بتتفرجوا عليها طبعا ايوه. لحد دلوقتي لسه سبيس تون بتجود بالعطاء. هنا بقى الفرق ما بين ده اللي انت اتكلمتي فيه في الاول، الفرق ما بين ديزني وسبيس تون. ديزني جت عند مرحله وقفت، سبيس تون اثرها مكمل. اوكي ماشي، على اجيال كتير. هختلف معاك في النقطه دي، لان معلش يعني انا بحب ديزني بصراحه، فماشي. لا ديزني اثرها لسه موجود بكل الطرق، لان في ناس بالنسبه لها ديزني هي حاجه ساحره مش حاجه تعليميه، هو عالم اخر بينقلك في حاجه سحريه، مش اللي هو ايه حاجه طفوله بقى اللي هي حاجه انت طفل وكده يعني، فاهمني؟ وكنت بتسهر قدام التلفزيون طول اليوم. طبعا الفرق بين سبيستون وديزني كبير. بقى انا ما بحبش الانمي، مش هتدخلوني في القصه دي. انا عارفه القناص طبعا اللي بيجي على سبيستون، واتفرجت على شويه حلقات من الانمي هانتر طبعا، وشفت النسخه القديمه والنسخه الجديده، واخويا كان بيتفرج عليه. بس انا يا جماعه والله ما بستحملش اللغه اليابانيه، انا اسفه بس وداني بتوجعني. طب ما تتفرجي عليها بالدبلجه؟ وشفت الدبلجه، بس يعني مش عارفه، انا مش فان للانمي، فعشان كده جبتكم يعني معايا تسندوا معايا. انا لسه فاكر السؤال اللي انت قلتيه بتاع الدبلجه والفرق ما بين الاثنين دول ايه. بس خليني ارجع لك انا بقى عشان الناس اللي كانت لسه عايزه تعرف. اهم حاجه يكون صوتك حلو، بتعرف تغني، ماشي تمام. بتحب سبيس تون او ديزني، لان خلي بالك مش كل اللي دخلوا عندنا عندهم المعلومات السبيس تون بس، لا احنا بنغني ديزني كمان، تمام. بس مش البصمه السائده. تكون بتغني حلو، تكون بتحب الكرتون، وتكون بني ادم لطيف، وتقدر تتواجد او تلتزم معانا بس. ماشي خلاص، تكلم على الصفحه ومعانا. تمام. طيب يلا نروح نسمع اغنيه تانية بقى ونرجع نكمل كلامنا. اوكي. بصراحه مش فاكره ايه الاغنيه اللي جايه، بس انا هتفاجئ زيكم. نكتشف والله، لان انا حطاهم ورا بعض بس مش فاكره، فيلا بينا. اوكي معلش انا قطعت قبل ما اخر حته تخلص. شفتي اغاني سبيستون سهله الهضم ازاي دي قوي؟ واو، دي سهله الهضم. ده عايزه قاموس. هو دي حاجه انا بحبها فيهم طبعا، ان هم بيستخدموا مصطلحات يعني اي حد تاني يقول لك ده طفل ولا اطفال هيفهموا ايه يعني من الكلام اللي بيتقال ده. لا هم ما كانش عندهم النقطه دي، هم كانوا بيحطوا كلمات
يعني معبره جدا، والواحد ممكن ما يكونش مدركها غير لما يكون كبر. انا بقى بحب ليه اخترت سوبر سونيك سبينر. انا بحب جدا الانمي ده، وبحب جدا الاغنيه بتاعته، وبحب القصه بتاعته عشان هي كانت مختلفة عن أي قصص تانية كانت في الأنميات الرياضية دي أو اللي هي بتاعت المغامرات. إن هو البطل ده أنا مش فاكرة، تقريبا كان اسمه رعد، مش عارف. طارق. أيوة طارق. خسر. ده ملحوظه بسيطه. لو حضرتك بتتكلم عن الاغنيه اللي لسه شغاله دلوقتي، ده بليزنج تيم، ده كرتون تاني. سوبر سونيك سبينر بتاع أصلا يويو علي في السماء. ماشي، بس الاثنين كانوا يويو. طارق. بالظبط. الاثنين كانوا يويو. ايوه عارف الانمي ده، كنت بحبه جدا. اوكي صح. التاني كان طير ايها اليويو حلق في الفضاء من بين اصابعي تحرك في السماء، صح؟ مهما كنت بعيدا ايوه تعود من جديد بخيط يربطنا. انا فاكره الاغنيه بس اتلخبطت. ده كان لايف اكشن. كان كرتون، مش كرتون، كان اشخاص حقيقيين. بليزنج تين صح؟ لايف اكشن. وكان في بليزنج تيم، ده كان نسخه كرتون منه، او نسخه انمي منه. اوكي طب نرجع تاني بقى لسوبر سونيك سبينر ده. ان هو كان عاجبني ان هم خلوا الطارق ده يخسر في الاخر حلقه، ما كسبش في المنافسه. فانا كانت بتعجبني قوي دي. معلش بقى عايزين حاجه يعني، هو ما جاتش على دي يعني في الواقعيه والحاجات الحزينه والكئيبه. فشوفنا ان هو ازاي عادي ان ممكن تخسر يعني وترجع تحاول تاني، يعني عكس النهايات اللي هي التقليديه. طبعا سبيستون ده جوهرها. اوكي ماشي، انتوا متحمس قوي زياده عن اللزوم سبيستون. ماشي. طيب يا جماعه طمنوني بس على الصوت، ان الصوت تمام بالنسبه لصوت اللايف نفسه وصوت عبد اللطيف. طمنوني على المايك النظام، عشان انا حاسه ان في لخبطه مش عارفه ليه. طيب هنروح نسمع اغنيه كمان دلوقتي، ودي اغنيه كله بيحبها، عشان انا معايا كده لسه اغنيتين كمان من الاغاني بتاعتكم. وكمان عشان انا هقرا الكومنتس تاني عشان انا سقطت الكومنتس قوي. فهنروح نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل كلام. اوكي يلا بينا. انا اسفه ان انا بغني بصوتي ده وبوظ الاغنيه، بس يعني ما تقدرش تنكر ان انت لما تسمع اغنيه لسبستون مش هتغني معاها، لازم هتغني معاها. طبعا انا ضحكت، الله يسامحك يا اسراء، ضحكتيني في وسط البتاع، بتقولي كانت بتاهلنا للخساره في الحياه يعني. الله يسامحك، ضحكتيني والاغنيه شغاله. تمام، كله بيقول الصوت تمام. طيب شكرا ان انتوا طمنتوني. وساره بتقول مش ممكن الاغنيه دي كل كوبليه فيها برساله. طبعا عهد الاصدقاء غني عن التعريف، والاغنيه بتاعته تحفه، بعيدا عنه نكد طبعا. يعني انا مش عارفه ايه سر النكد. ثواني، عهد الاصدقاء نكد جدا. مش كفايه ان في شخصيه اساسيه هتموت؟ بتديني امل في الدنيا. بتديك امل ايه؟ مش الفريدو ده هيموت؟ حرام عليكم، ازاي الطفل يتعرض لصدمه زي دي؟ شخصيه بيتفرج عليها وتموت كده قدام عينه، ازاي؟ ماشي. بنتكلم على الشاره ولا بنتكلم على الكرتون؟ لا على الكرتون طبعا. الشاره طبعا بتعبر عن الامل، ما هو في الاخر هيرجع اسرته، هيرجع بلده، وهيتجوز ويكون اسره، وحياته هتبقى عاديه يعني، هتبقى روميو يعني. معلش ان انا بدافع. انا لازم اقول يا جماعه ان الحزن الزياده ده ما كانش حلو لينا بجد. احنا اكتر جيل فيه نسبه اكتئاب ونسبه مشاكل نفسيه بسبب الصدمه. احنا تعرضنا لصدمه عشان ما كناش بنتفرج كفايه على سبيس تون بجد. هو كنا والله اتفرجوا زياده على سبيس تون هتعرف. اوكي. ومها بتقول انا جيت منوره يا مها، بس انا عارفه ان مها زي حالاتي مالهاش خالص في سبيس تون، هي ديزني فان يعني لاخر نفس. احنا عندنا ديزني. لا انا الحلقه دي سبيستونيه حتى النخاع، لدرجه ان انا والله كنت بفكر اتكلم لغه عربيه فصحى، بس قلت انا مش هعرف اسد في انا اقدر. هتقدر. طيب انا دلوقتي فاضل معايا اغنيتين، واحده منهم انا بحبها جدا بقى بجد، اغنيه وكرتون وكل حاجه، والتانيه الناس كلها بتحبها ومشهوره. هل انت عندك استعداد ان انت تغني لنا حاجه زي دراجون بول او سابق ولاحق او الحاجات اللي هي الطرق العربي؟ في اغنيه بس يعني ما اعرفش القديم اللي عندك واخد لحد فين. ايه يعني قديم قد ايه يعني؟ جريندايزر. يا سلام، طب حلو وماله، انا ما شفتوش بس بحب الاغنيه بتاعته جدا. يلا بينا. طيب يلا نبدا.
علي علي بطل فليد، هيا طر يا جراندايزر، عزم علي حمما أرسل، افتك بالأعداء، كافح شرا حطم مكرا في حزم وإباء، امنع طمعا اردع جشعا فالخطر كبير، هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير، خيرها يزهو حبها يسمو العدل تسير، دافعوا دافعوا حتى تفوزوا بالحب العظيم، فالخير عميم. واو حلو جدا، برافو بجد، حلو قوي. انا مش معايا تراك، مش معايا تراك التسقيف عشان انا ساعات بشغل حاجات كده بس مش معايا دلوقتي. بس لا موجود على صفحتنا يقدروا يشوفوها. حلو جدا بجد. طيب كله بيقول لك اهو تحفه. انت طبعا بعد ما تخلص الحلقه لازم تكمل معانا عشان انا لسه في حاجات هشغلها بعد ما نخلص الفقره بتاعتنا، وتسمع برضو الحلقه مع بعض وتشوف الكومنتس، يعني لازم عشان ترد على كل الناس اللي كتبوا دول. لا يا ساره ما تقوليش الصوت راح، الصوت راح ايه؟ لا انا بخاف من الحاجات دي. اوكي. وفاطمه بتقول لك ما شاء الله، ومحمد كله بيقول ما شاء الله الصوت تحفه. طب عندك حاجه تانية ولا هي دي بس اللي موجوده النهارده؟ لا يلا كورتونالجيا. ماشي خلاص اوكي، مش هرخم عليك اكتر من كده. بس انت صوتك بيفكرني يعني بصوت الدبلجه، يعني مش بحد معين، بس انت عندك ميكس اصوات، انت واضح انك متاثر بكذا حد مش بحد معين. فانا برضو هسالك اخر بقى سؤال في الاسئله اللي انا كنت محضراها. اول حاجه، ايه اكتر اغنيه انت بتحبها في اغاني سبيستون سواء غنيتها او لا؟ جريندايزر ماشي. وايه اكتر مش جريندايزر، دايس اللي هي انظر لمعانا الاحداق. اوكي، انظر لمعانا الاحداق دي رقم 1 بالنسبه لي. اشمعنى بقى؟ ليه كنت متخيله هتقول القناص، حاجه كده ايكونيك. القناص عظيمه جدا طبعا. أوكي. يعني في اغاني لا جدال عليها، بس الاغاني اللي فيها هذا القدر من الدفء والالفه والونس، لا هي دي اللي كانت بتميك اور بريك بالنسبه لي. فدايس الطاقه اللي فيها والباور اللي فيها، عاصم سكر مع رشا رزق، التناغم ده حاجه بجد مجنونه. يعني دايس من الشارات اللي لما تسمعيها هي حاله خاصه عارفاها، مختلفه عن اي حاجه غيرها. طيب وانت مين اكتر حد بتحب صوته سواء كدبلجه او كغنى؟ وانا لسه كنت مره كاتبه بوست كده، كثيرون حول طارق العربي تركان، قليلون حول عاصم سكر. انا بعشق صوت عاصم سكر، تحياتي لطارق العربي تركان، بس انا بالنسبه لي عاصم سكر صوته يعني حاجه كده من الخيال. انا بحب طبقه صوته جدا، مش تقليديه، مش موجوده، قويه قوي. فناس قليله قوي في تيم عاصم سكر، يعني اكترهم بيحبوا طارق العربي تركان. فانت ايه لان طارق مش مجرد مغني، طارق هو ملحن ومؤلف كمان وكل حاجه. انا قصدي كل ده طالع من عند طارق. احنا في المحبين سبيستون او المهووسين شويه، بابا طارق هو تحسيه اب روحي طبعا لينا طبعا، ربنا يديله الصحه. بنحبه وي ار فور ايفر جريتفول ليه عشان السبب ده. لكن يعني عاصم سكر مغني سوليست رهيب رائع طبعا. المفضل بالنسبه لي في الدبلجه والمفضل بالنسبه لي في الغنى، معلش يعني لو ما قلناش رشا رزق هنقول مين ده في الغنى؟ اوفر ريتد قوي. انا اسفه يا جماعه بس اوفر ريتد قوي. معلش كثيرون حاولوا يقلدوها وما عرفوش. ماشي انا موافقه فعلا، بس هي اوفر ريتد برضه صراحه. انا ده رايي من زمان. انا بحب طبعا صوتها الطفولي جدا وكل حاجه، وهو صوت الطفوله بالنسبه لناس كتير، بس انا مش عارفه ليه بحس انها اوفر ريتد، يعني ما اعرفش. هيضربوني يعني دلوقتي. تختلف الاراء طبعا يعني. ادغال، عايزين ادغال، وانا شغلت يا سلمى ادغال الديجيتال في الاول بس مش اللي انتم مغنيينها. ونور بتقول انا عاجبني قوي الشغف في الحوار. مريم يوسف بتقول طارق العربي تركان. وساره بتقول رشا رزق اوفر ريتد. يا ساره لا هتضربني اهو. يعني انا عارفه ان انا هتشتم على الحكايه دي اهو، كله دلوقتي بيشتم. رايي يا جماعه، رايي ايه المشكله؟ ده جماليه الاختلاف ودي جماليه سبيس تون، لان اللي يسمع رشا رزق يسمع بسمه جبر، يسمع هالة الصباغ، يسمع عنان الخياط، يسمع سونيا البيطار. معلومه حابب يعني اوضحها برضو لبعض الناس اللي ممكن تكون بتسمع. شارة ابطال الديجيتال في فخ غريب وقعنا، دي مش رشا رزق، دي سونيا بيطار، وتحفه والله تحفه. فانا قصدي يعني التنوع والوفره اللي عند سبيس تون
تمام. طارق العربي طرقان، عاصم سكر، محمد العربي ابنه طبعا. اللي ادى بعض وتالا الشباب وتالا واختها انا مش فاكره اسمها ديما وتالا برضو. يعني في ناس كتير جدا. طبعا انا بتشتم دلوقتي على ان انا بقول دلوقتي انها اوفر ريتد. يا جماعه مش اوفر ريتد، قصدي انها سيئه او وحشه. ازاي يعني؟ انا مين اصلا عشان اقول ان هي وحشه؟ انا بقول ان الزخم حواليها. انت مين؟ انت واحده عندك راي بتقوليه. والزخم حواليها زياده قوي لدرجه ان هو غطى على ناس تانية. انا شايفه ان هم برضو بنفس الكفاءه بتاعتها، يعني فاهمني. انا طبعا ما بسمع صوتها اصلا وهي كبيره بنبهر بان هي، يعني مش قصدي انها كبيره بس قصدي ان صوتها لسه ما شاء الله محتفظ برونقه لحد دلوقتي. طبعا. لان هقول لك على حاجه بقى، رشا رزق دلوقتي بقت واخده الرعيل الجديد من الشرايط، هي اللي بقت تلحن. طيب ماشي، دي برضو حاجه لازم نتكلم فيها. ايه رايك بقى في سبيستون الجديده بمناسبه انك جبت السيره دي؟ طيب كلام جميل جدا، بس عشان انا بحب الراجل ده قوي، خلينا اقول ان افضل واحد بقى بالنسبه لي مش مجرد في الغنى، في الدوبلاج مروان فرحات. ماشي، لسه كان في حد كاتب برضه مؤدي صوت جمهوري، مؤدي صوت زورو، مؤدي صوت باتمان وهكذا. ده راجل اسطوري. نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك، ايه رايك في سبيستون الجديده؟ رهيبه بالنسبه لي كسياسات، وافضل بكتير من سبيستون القديمه لسبب. افضل من سبيستون القديمه؟ كانت بليجد. ايه افضل من سبيستون القديمه طبعا بجد؟ ليه؟ ماشي قول ليه. قول لي. سبيستون القديمه كانت يعني فيها يعني بليج كده، يعني شبه مرض اسمه التحريف اللي كان زايد قوي عن اللزوم. اوكي ماشي تمام. دلوقتي الجيل ده من المدبلجين ما زال لسه مكمل ومستمر بنفس العطاء. طبعا في بعض من فرقونا يعني رحمهم الله، لكن الجيل ده لسه مستمر بنفس الممثلين العظماء، لكن ابتدى القصص تبقى اقرب للواقع. ابتدوا يهتموا، مش هقول لك بالاعمال القديمه، يعني مثلا اعمال زي ريمي، اعمال زي عاد الاصدقاء، اعمال زي بوليانا ذات الشعر الاحمر. الحاجات دي محدش يعرفها قوي، لكنها جواهر مدفونه حرفيا، لو شفتها تنبسط. لكن دلوقتي هم ابتدوا يتوجهوا اكتر لساحه الانمي الياباني، هاي كيو بوكو نو هيرو، دراجون بول سوبر، كونان اللي بقوا فيه حاليا. معرفش انت عندك المعلومه دي ولا لا، بس حقوق المحقق كونان في الشرق الاوسط طبعا سبيستون خدتها وعملت وفيلم والكلام ده. ايوه طبعا. ودلوقتي بقوا يعرضوا بالتزامن مع اليابان. كونان دلوقتي بقى يعرض بالدبلجه بالتزامن يا جماعه. مع اليابان. ما هو بمناسبه الحكايه دي، هو امتى هيخلصوا كونان دي؟ ده الست اللي كانت بتعمل ران ماتت ولسه النهايه ما جاتش. واللي مسكت ران مكانها مؤديه صوت نامي في ون بيس. دي معلومه يعني، بل اللي بيسمع ياباني. بس فسبيستون دلوقتي اصبحت بتختار. انت قصدك من ناحيه المحتوى؟ من ناحيه المحتوى هي بقت دلوقتي افضل من زمان بالظبط، لكن من ناحيه المستوى الدوبلاجي يعني بصي، كله هيقول سبيستون زمان احسن. ليه؟ لان احنا متعلقين ده كان الوقت اللي بالظبط، ده كان الوقت اللي دماغنا فيه لا تحمل هما، يعني احنا ما كناش بنحمل هم. وما كنتش وانت طفل هتركز، معلش يعني انت بتتفرج على حاجه للمتعه، ما كنتش تركز بقى ده صوته متكرر هنا، ده بيعمل نفس، ده واحد بيعمل 3 شخصيات في نفس المسلسل، ده نفس صوته في مسلسل تاني. عمرنا ما كنا طبعا بنركز يعني في الكلام ده. خلاص يا جماعه انا اسفه، حقكم عليا، يعني حقكم عليا، مجرد راي عادي يعني. لازم اعمل لكم اي سبايسز في الموضوع، هو انا يعني همشي معاكم في كل حاجه، مش هيبقى في حوار شيق في الموضوع. يلا عشان اصالحكم كلكم دلوقتي هنشغل اغنيه بتاعه رشا رزق، بس طبعا بصوت الكورال العزيز. اوكي، فهنسمعها وانا بحبها قوي. كلكم غنوا معاها، متاكده ان انتوا هتغنوا معاها. دي من الحاجات الجديده على فكره. وفكرني بس اقول لك الاغنيه القديمه بتاعته كانت كلماتها ايه. فهنروح نسمع اغنيه درايمون ونرجع تاني. في الأعالي في وجهتي أيضا باب لعالم له ارتحالي والاحتفالي مع الأصحاب. رحلاتي هيا ترى تسكنها مثل جرى، أم ستكون ذاكرة لتصبح حلما مغفرا. ستبقى في عالمي كل يوم تضمن الأمل تراعي
طبعا دي درايمون، وده الاغنيه جديده، مش جديده قوي يعني، بس قصدي في سبيستون الجديده، لان نفس الكاركتر بتاع درايمون قبل كده كان موجود من زمان طبعا في اليابان، بس احنا كانوا مسمينه عندنا هنا سكر. صح ولا انا فاهمه غلط؟ عبقور ايوه. سكر كان نوبي اللي معاه. بس هو نفس الشركه، صح؟ هي نفس شركه الانتاج اصلا بتاعت يعني هو مش نفس الشركه، هو نفس المانجاكا، نفس القصه. نفس القصه يعني. اوكي ماشي. كان اسمه عبقور، ايوه، اللي هو كرم، صح؟ اسمي كرم وانا مخترع صغير، هي دي؟ لا، كرم المخترع الصغير حاجه غير عبقور ده كمان. صديقنا عبقور صديقنا الافضل، دي حاجه تانية. اوكي ماشي يعني كده. كرم المخترع الصغير ده حاجه تانية برضه من نفس بس كرم ده كان معاه درايمون برضه. قط بقى، وفي يعني فكره الشخص او الطفل الذكي اللي كان معاه كده. لكن اللي تابع دورايمون او عبقور نوبي او كرم، او مش فاكر كان اسمه ايه. كان اسمه كرم عبقور يعني. تمام. ما كانش الشخص الذكي خالص، ده كان هو ايوه وكان دايما دورايمون بيبتدي يساعده بالحاجات. وانا كنت بستغرب قوي من الحكايه دي، لان هم نفس الشكل ونفس اصلا حتى الكاركترز الثانويه اللي هم اصحابه هم اللي موجودين في نفس في الكرتون التاني، فانا كنت بستغرب على الحته دي. بس انا بحب جدا الاغنيه بتاعت درايمون، تحفه جدا طبعا، وكلها امل كده وتفاؤل ولذيذه، اغنيه اطفال بجد بقى دي يعني اغنيه اطفال. خليني اقول لك نقطه معينه. اوكي. بالنسبه لي من ضمن الفروقات اللي ما بين سبيس تون وديزني. ديزني او سبيس تون مكمله معاك فكره ان انت مش مجرد فيلم، لا انت عدد من الحلقات. طبعا بيفضل انت بتفضل متعلق ومتصور قدام الشاشه. انا عايز اكمل طب اللي اخرتها ايه طب توصل مع اخر الحلقه رقم 50 ولا واتيفر الحلقه رقم كام في العمل المعين اللي انت بتحبه. انت خلاص تشبعت بيهم. ديزني اللي هي لا الجدال عليها ولا خلاف على جمالها وسحرها، بتنقلك للعالم ده ساعه ونص ولا ساعتين بالكتير وخلصت. دي كل يوم معاك. صح طبعا. ودي برضو تنقلنا حاجه تانية. ان طبعا سبيس تون كانت بتشتغل قوي. انا اسفه يا جماعه، هخبط تاني، استعدوا اهو. سبيس تون كانت بتشتغل جدا على حته التكرار، وان انت تتعلق بالشخصيه فتعمل ميرش للحاجه اللي هم طبعا حقهم طبعا، امال هيستمروا ازاي ويكسبوا ازاي يعني. بس طبعا فكره الميرشات واللعب والحاجات دي والاعلانات دي كانت بتبقى حاجه فظيعه، ونيو بوي والكلام ده. طبعا انا معايا كان نفسي ادوق سندوتش جامبو شكله ما تقدرش تقاوم اللي وليه يا ربي جايبين واحد مصري وهو مش بيتباع في مصر؟ ليه بتزعلني وتستفزني يعني؟ يعني بالظبط. وبعد كده كنت دول سيكا بقى ولا اي دول سي قبل لما تكون في مقطع وكده. كان اي سندوتش ايس كريم ده كان بالنسبه لي انا حققت احلامي السبيستونيه خلاص. بالظبط. طيب انا كنت عامله حلقه سبيستون زمان، ان شاء الله يعني الحلقه دي تبقى اقوى منها، انا متاكده من كده يعني، بعد ما نخلص ويبقى رد فعلها اكبر بكتير من الثانيه. الحلقه اللي فاتت كانت يعني ليها تسلسل معين كده، وكان كأنها رحلة للكواكب، يعني بنتنقل من كوكب للتاني، بشغل أغنية الكوكب وبعد كده الأغاني المشهورة في كل كوكب، وبعد كده نعمل كأن في فواصل زي ما انت سمعت كده في الأول. أنا برضو بشغل الفواصل وكده، فأنا اتكلمت فيها بشكل أكبر بكتير في حتة التقسيمة وفكرة أصلا سبيستون والتاريخ بتاعها، وفكرة قد إيه هي عبقرية فكرة الكواكب والجالاكسي دي، إن هي الفضاء والتنقل حاجة فظيعة يعني. احنا كأطفال طبعا دي أكتر حاجة كانت بتشدنا يعني. واتكلمت برضو ده نفس السحر، او ده كان نفس اللي بحسه على فكره. ده بقى يعني حاجه اللي بتقعد يلا عشان بنحبكم بجد. ده نفس السحر اللي كنت بحسه لما تيجي الكاسل او القلعه بتاع ديزني من بعيد كده ويتحط عليها الخط ده. حرفيا انا ببقى طب انا عايز ابقى معاكم حرفيا. فالذكاء سواء من ديزني لان ستيل عبقره في صناعه الكرتون، او سبيس تون لان هم تبنوا صناعه الانمي بشكل عربي او قربوه لك اكتر. العبقريه في ان هو نقلك للحته دي، يعني انت لما تقعد قدام الشاشه انت مش قلقان، انت مش بتعاني من الوحده، انت موجود معانا، احنا هناخد بالنا منك. دي سبيس تون، او دي بعض من افلام ديزني اللي كانت رهيبه جدا بالنسبه لي قديم. اسالك انا بقى سؤال، يا ريت. بتفضلي في ديزني الرسم ال2D ولا ال3D؟ ال2D طبعا. هو 3D ده ملوش اي طعم خالص بصراحه يعني.
مش كله يعني، شركه مرعبين محدوده يا والتوي ستوري ده والحاجات في دي كلها. الاول عشان دي كانت حاجه جديده ومختلفه فكان ليها طعم ساعتها. يعني في فرق، يعني حسينا ساعتها ده ايه ده، حاجه حلوه ان انت تعمل لي حاجه شبه الحقيقه بس هي بستايل كرتوني، يعني حاجه مش هتعرف ترسمها بايدك طلعتها. بس لما الموضوع بقى اوفر وكل حاجه دلوقتي بقت بالكمبيوتر والسي جي والكلام ده وما عادش في حاجه 2 دي حاجه تزعل الكونتنت بتاعها والروح طبعا. بتاعتها. فين اللي كان بيميز اي حاجه سواء كانت رسم انمي ياباني او رسم امريكي او كده، لما كان بيرسم الفنان الكاركتر والخلفيه بايده، يعني كل خط بيتحط في الحاجه بيبقى فيها لمسه بشريه انسانيه، فطبيعي هتوصل للانسان بشكل افضل من ان هي حاجه تكون الكمبيوتر هو اللي بيعملها. طبعا هم ماشي بيعملوا الديزاين، كاركتر ديزاين والستوري بورد والكلام ده بايديهم في بعض الاحيان، دلوقتي ما عادش كده، ده حتى الستوري بورد والكاركتر ديزاين كله بقى بيترسم ديجيتال يعني. ففقد الحته دي. ممكن الانمي الى حد ما لسه ستيل محتفظ بفكره ال2 دي، لان طبعا داخل فيه تكنولوجي برضو، داخل فيه كمبيوتر وحاجات تقنيات برضو CGI والكلام ده. مش بتفرج كتير بس يعني بفهم يعني في الحكايه دي. انا بالمناسبه خريجه فنون تطبيقيه قسم جرافيك، فانا اوريدي التخصص بتاعي هو التصميم وتصميم الشخصيات والكلام ده يعني. وده اللي دخلني اصلا، السبب اللي دخلني اختار الكليه دي هو حبي للكرتون وحبي لديزني وحبي لسبيس تون. احنا فصلنا جدا عن الجماعه اللي بيسمعونا دول، فاحنا لازم نرجع تاني نقرا الكومنتس. ماشي. بيبو بتقول بسأل اسئله اوكي بتودينا في الاجابه. بيبو بتقول انا معاكي عموما. اخيرا حد يا جماعه مش بيشتمني. محمد مصطفى بيقول دلوقتي استسهال غير طبيعي. واسراء بتقول معرفش ليه بس الكرتونات القديمه بتحسسني بالامان. اوكي كلمه معبره قوي. احمد سامح بيقول الافلام القديمه لديزني وبيكسار احلى بكتير، يعني هو كله متفق معايا. هو احنا نقدر نتكلم ان الدبلجه القديمه بتاعت ديزني كانوا بيجيبوا الممثلين اللي بجد طبعا هنيدي طبعا. والله يرحمه يعني المعلم سردينة. طبعا الله يرحمه يا جماعه، بجد زعلنا الرحمن ابو زهره طبعا. ويحيى الفخراني والكلام ده كله. انا مش حابه ندخل ديزني دلوقتي عشان دي هتفتح علينا كلام كتير. خلينا دلوقتي سبيستون بس. لو انت عندك استعداد وانتوا عندكم استعداد تغنوا لنا ديزني ونتقابل فعلا ونغني مع بعض ونتكلم عن ديزني اكتر ان شاء الله تبقى حلقه تانية يا ريت. انا اتمنى ذلك يعني. وانا مبسوطه جدا ان انا عرفتكم كلكم باذن الله. مبسوطه قوي ان انا عرفتكم كلكم، واكيد مش اخر تعاون ما بيننا. واتمنى كل اللي يكونوا بيسمعونا دلوقتي مبسوطين معانا واتبسطوا بان في حد بيفهم في سبيستون هو اللي بيتكلم معاهم. ماشي يا جماعه. انا خلاص انا خدت موقف دلوقتي من الناس اللي شتمتني دي. لا بهزر طبعا. لو عايزين عبد اللطيف يكون مذيع معاكم اعمل له. والله العظيم انا ان شاء الله في خطط ان الراديو يكبر اكتر ويبقى فيه تيم وبرامج مختلفه مش بس برنامج واحد. فانا هشغل دلوقتي اخر اغنيه ليكو معايا. انا معايا اغاني تانية بس قبل ما نشغل اغنيه في حاجه محتاجه اقولها لازم كده. اوكي اتفضل. طبعا شكر رهيب لكورالتو نالجا نفسه. تمام. انا مهما كنت بحلم بحاجه ومهما كان في رساله ومهما كنت يعني من خبرتي الكثير والقليل واي حاجه ما كنتش هعمل ده بدون الناس اللي انت شايفاهم دول. اكيد. تمام. التنوع والرغبه والحماس والشغف والطاقه اللي بشوفها مع كورالتو نالجا يمكن دي ما شفتهاش في اي حاجه من حياتي. ويمكن ده اللي احنا بنميزه او ده اللي بيميزنا، ده اللي احنا بنحاول ننقله للناس. بمناسبه الناس اللي سالتك ليه ما بنعملش الحاجه زي ما هي، عشان احنا يعني نقطه السيلينج بوينت بتاعتنا هو احنا، مش المحتوى اللي احنا بنقدمه اكتر. الجو العام بتاعكم والفريق والاحساس ده. يعني في بعض الاسماء اللي لازم اقولها. اكيد يلا اتفضل. الاسماء ماشي. انا مستنيه. انا مش غلطي انا معاكم من الصبح. ما علينا هنغفر لكم بسبب الاغاني الجميله بتاعتكم. قول طبعا الاسماء عشان هي ما عرفناش نشغلها في الاول، ولكن لازم هنحطها في التراك المسجل. الحلقه المتسجله بتنزل على اليوتيوب كامله، وبنزل مقتطفات وريلز برضو على اليوتيوب وعلى التيك توك، وهننزل كل اللينكات بتاعتكم. وانتوا طبعا ادخل بالبيج وبالاكونتات الشخصيه بتاعتكم
لكم مسموح لكم. انا في العادي ممنوع شير عندي على الجروب لاي صفحه تانية، بس انتوا طبعا معانا. اتمنى ان انتوا بالصفحه تنزلوا حاجه دايركت على الجروب، لان لو هي شير مش بتوصل لاي حد، يعني انت عارف طبعا اللوغاريتمات وكده. فننزل بوست لطيف بالاكونت بتاع البيج بتاعتكم، اكونتات الشخصيه بتاعتكم، مرحب باي بوستات تنزلوها، اي فيديوهات تنزلوها سواء ليكوا او حاجه شخصيه. مرحب بيكم باي تفاعل انتوا هتعملوه معانا، دي حاجه هتبسطنا جدا. فيلا بقى قولي الاسماء. ده شيء يشرفنا، وكورال تونالجيا مستمر ان شاء الله في رسم السعاده والبهجه. عشان برضو ما ننساش، عشان الكلام ما يسحلناش. يعني ان كنت انا عبد اللطيف قاسم مايسترو في كورال تونالجيا والمدرب في يعني تو جيف كريدت للجنود المجهوله اللي ما بيتشافش تعبهم حرفيا، لكن مريم محمد مساعدة المايسترو، يعني بلجأ لها في كل ما هو فني. تمام. وسلمى ماضي مديرة الفريق. اوكي. تمام. مسؤولة عن تنظيم ده وده وده. ومعلش لا اسمها مريم حكيم. ما فيش مشكلة عادي، كمل. فعشان ايه الدقة يعني. المهم زي ما قلت لك في الاول لما سالته على الكوسبلاير نوران خالد. والناس يعني لو هنا بقى يعني انا مستنيكي تيجي معانا انت البروفا ان شاء الله. والله ناويه باذن الله، عشان يعني السولست اللي كانوا موجودين، شذا وحسين رنيم مريم مروه ملك، في وفره من الاصوات والصلوات، والناس اللي عندهم شغف وطاقه ينقلوا اللي عندهم ده للناس عشان يسمعوه، عشان يحلموا بيه. فتقدروا تخشوا فعلا على الصفحات بتاعتنا. اوكي. وده طبعا يرسم السعاده على وجوهنا وعلى قلوبنا. كورال تونالجيا بينا وبيكو، احنا كلنا عيله واحده. فاتمنى تشاركونا ده ونشوفكم ان شاء الله في اول حفله، واول حفله تعملوها كلنا هنبقى معاكم، وطبعا هنستناكم تكتبوا لنا وتعرفونا قبليها، واي حاجه تعملوها احنا معاكم. كلنا هدفنا واحد، كلنا هدفنا ان احنا نفضل محتفظين بروح الطفل اللي جوانا، ما نخليش الحياه تاثر علينا لدرجه ان احنا ننسى الطفل اللي جوانا ده بيحب ايه وعايز يعمل ايه، الاحلام بتاعته اللي ضاعت في وسط الحياه الحقيقيه. ده كله هدفنا، نفصل حتى لو نص ساعه مع بعض نعمل حاجه بنحبها، فهدفنا مشترك. فاكيد مش هتبقى اخر مره نتعاون فيها. فشكرا جدا عبد اللطيف، شكرا لتونالجيا، شكرا لكل التيم اللي معانا دلوقتي في الكومنتس، وان شاء الله ما تسمعوا. شكرا ان انت نطقتي تونالجيا صح. والله تعبتني قوي عقبال ما اعرف اسمعها وانطقها صح. ليه مختارين اسمه معقد كده؟ بس هو جميل والله. هو جميل يعني once you get used to it، يعني اول ما تعودي عليه بس بيبقى سهل، هتلاقيه بقى في بقك زي الحلاوه كده. تونالجيا على طول. وانا اتمنى يا جماعه ما حدش يزعل مني طبعا على اي راي انا قلته. كل الناس اللي شكلوا طفولتنا طبعا كلهم بنحبهم. انا بس دي طريقه اداره للحوار مش اكتر. طبعا كل الناس انت اكيد فاهمني يعني، بس عشان نعمل جو في الحلقه وكده. بس معلش يا رشا رزق عامه الكل يعني. خلاص ماشي، ما على راسي يعني. مفيش مشكله. واتمنى ان انتوا بعد كده تتابعوني بقى، معلش يعني. انا اهو جيت معاكم، وان شاء الله اجيلكم. تابعوني انتوا كمان، اسمعوا حلقات الراديو. مش دايما بنتكلم عن ديزني زي ما انتوا شايفين، ساعات نيكلوديان، ساعات كرتونز مصريه قديمه، ساعات زي ما احنا بنعمل سبيس تون. هستناكم. يعني ملحوظه اخيره لاصدقائنا اللي بيسمعونا، ده توجهنا اصلا. يعني احنا يعني ممينين سبيس تون شويه، هي دي المين كور والمين شغف. بس لو خدت سيرش في الصفحه وقت رمضان كنا بننزل اغاني. شفت طبعا اغاني رمضان، شفتها طبعا. طمطم وسنوحي وقبطان عزوز وغيره. في اغاني النيكلوديان، بنتن وسبونج بوب والحاجات دي كلها. في اغاني الديزني من حاجات طرزان. فاحنا بنحاول برضو ننقل يعني كل حد عاش في طفولته. بص احنا هنعمل تصريح دلوقتي، وبجد ده كلام رجاله مش كلام هزار. انا دلوقتي خطر في بالي فكره ان احنا نعمل حفله بالتعاون مع ديزني بالمصري وتونالجيا. ايه رايك في الفكره دي؟ ونغني فيها كل حاجه، مش حاجه واحده، مش ديزني بس. نظبطها ونعمل تنسيق ونشوف مكان، وهتلاقي ناس كتير جدا هتبقى مرحبه وتحضر. حتى لو كانت حفله رمزيه يعني، مش شرط تبقى في مكان غالي او كده. وانا والله العظيم مستعده ان احنا نظبطها مع بعض. ايه رايك في الفكره؟
يعني طبعا ده حاجه محتاجه الكثير من تونالجي، ايه رايك في الفكره دي؟ ونغني فيها كل حاجه، مش حاجه واحده، مش ديزني بس، نعمل نظبطها ونعمل تنسيق ونشوف مكان، وهتلاقي ناس كتير جدا هتبقى مرحبه وتحضر. حتى لو كانت حفله رمزيه، يعني مش شرط تبقى في مكان غالي او كده، وانا والله العظيم مستعده ان احنا نظبطها مع بعض. ايه رايك في الفكره؟ يعني طبعا ده حاجه محتاجه الكثير من النقاش مفيش مشكله، بس لكن مبدئيا طبعا خلاص. مرحبين بيه ويشرفنا يعني. اوكي، شكرا يا محمد مصطفى بيقول ساره انت تقولي ارائك براحتك على فكره. شكرا يا محمد مصطفى. الاختلاف الاراء بجد. بالظبط. احنا هنسمع دلوقتي اغنيه هم غنوها حلوه قوي، هزيم الرعد. اوكي. انا شايفه ان كل الاغاني اللي انتوا غنيتوها رائعه، بس في حاجات معينه الناس مش بتتقبل بسهوله انها تسمعها غير بالصوت الاصلي، فاهمني؟ لكن في حاجات انتوا ظابطينها بطريقه رهيبه، يعني كاد تكون التطابق بنسبه 100%. فانا شايفه يعني مش اي لا والله هزيم الرعد رائعه. واغنيه كمان كانت عجباني جدا، اللي هي اسرار المحيط. انتوا دي اخر حاجه انتوا نزلتوها، انا ما رضيتش انزلها هنا عشان اقول لكل اللي بيسمعوا، اللي بيحب اغنيه اسرار المحيط يا جماعه ادخلوا اسمعوها عندهم، هتنبهروا بجد من الصوت، جميل قوي. فاحنا بقى دلوقتي هختم معاك واقول لك شكرا ان انت كنت معايا في راديو ديزني بالمصري، شرفتونا ونورتونا. وهنسمع الاغنيه بتاعت هزيم الرعد، وكملوا معانا الحلقه ما تقفلوش، لان في لسه فقرات وفواصل سبيستونيه هتطحن الذكريات، هتخلي مخكم ينفجر من كتر الذكريات. فهنروح نسمع هزيم الرعد، واقول لك بقى تصبح على خير، وكمل معايا بقى بقيه الحلقه كمستمع. يلا مع السلامه. مع السلامه. Hey